لا، أنا أعرفكم لجنة الإغاثة الإنسانية. هذه اللجنة إحدى لجان نقابة الأطباء، النقابة العامة للأطباء أنشأت لجنة اسمها لجنة الإغاثة الإنسانية منذ أكثر من 25 سنة. كان هم اللجنة دي تقديم المعونة للأماكن اللي هي بتحتاج إلى تقديم هذا التعاون الضروري. فكان أول لجنة الإغاثة الإنسانية كان هو تقديم العون لأفغانستان في وقت الغزو الروسي لأفغانستان منذ أكثر من 25 سنة. بعد كده اخوانا زي ما انتم عارفين العالم الإسلامي مهدد، وكل يوم في أعداء بيتربصوا به ويعتادوا عليه بكل سهولة. فكان الجهة الإنسانية التي تقوم بتقديم العون في كل هذه الأماكن وتمثل مصر وترفع علم مصر في هذه الأماكن كانت لجنة الإغاثة الإنسانية. من الأماكن طبعا اللي انتم عارفينها البوسنة والهرسك، كان لها تواجد قوي جدا، وكان بتقدم دعم للمسلمين المضطهدين والمعتدى عليهم في البوسنة والهرسك. ثم بعد ذلك أيضا في العراق، وأيضا في مخيمات الفلسطينيين اللاجئين في جنوب لبنان، وأيضا الآن في غزة منذ بدء الأحداث الاعتداء اللي هو في نهاية 2009 وبداية 2010 الاعتداء الغاشم على غزة. كانت لجنة الإغاثة موجودة هناك من صبيحة الاعتداء على غزة. كانت لجنة الإغاثة موجودة عند رفح، وتنقل حوالي 18 سيارة من الدعم الدوائي والدعم اللازم الضروري في هذه الأحوال. وكانت السلطات بتسمح لنا الحقيقة بعد شيء من العنت والمعاناة لتمر هذه القوافل إلى داخل غزة. مش بس القوافل من الدواء والمستلزمات الطبية والخيوط الجراحية ومواد التخدير، مجموعة أيضا من الأطباء من أهالي الإسكندرية ومن جمهورية مصر العربية في أماكن متعددة دخلوا إلى داخل غزة. على رأسهم مثلا حضراتكم تعرفوا الدكتور محمد غنيم اللي هو مدير معهد الكلى في المنصورة، والدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ العظام. ومن هنا من اسكندرية طبعا سافر الدكتور ناصر الغزلان، الدكتور جمال برهامي، الدكتور علاء الوليدي، الدكتور أدهم فاروق، الدكتور كثير جدا من الأطباء عشان ما ننساش مجموعة كبيرة دخلوا في غزة في الوقت اللي كانت تقصف فيه غزة بالطائرات، وكان الفوسفور أيضا يلقى أو قذائف الفوسفور البيضاء تلقى على الموجودين هناك. كانوا هؤلاء دخلوا في هذا القصف وكانوا يقفوا إلى جانب إخوانهم، وذلك بالتنسيق بين لجنة الإغاثة واتحاد الأطباء العرب والسلطات اللي كانت موجودة في هذا الوقت حتى تمكنوا من أن يؤدوا خدمة إخوانهم. فالحقيقة لجنة الإغاثة إخواننا بتؤدي نوع من الجهاد الضروري، لأن ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جاهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الدعم الطبي شيء ضروري جدا في هذه الأحداث. احنا دلوقتي نقف إلى جانب إخواننا الثوار الليبيين، بنرسل إليهم قوافل الإغاثة سواء من الناحية الشرقية من ناحية السلوم وطوبرق والبيضة ولغاية بنغازي ولغاية أكدابيا، ومن الناحية أيضا الغربية من ناحية الحدود التونسية بيذهب برضه قوافل إغاثة من ناحية تونس عشان يوصلوا المساعدات الإنسانية. وبعض الأطباء والممرضين والمتطوعين يعملوا الآن في داخل ليبيا بإغاثة إخواننا. لجنة الإغاثة بتجد جزء كبير جدا من عملها يتعلق بيكم ويتعلق بالصيدلة ويتعلق بالدواء. احنا عارفين ان علاج المرضى اكثر من تلتينه تكليف الدواء والصيدلة اكثر من التلتين، وده بيمثل عبء مادي كبير. واحنا الحقيقة مجرد ما كان هناك الاعتداء على غزة تحول مبنى نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة إلى مخازن. أصبح المتبرعين بيجيبوا الأدوية اللي عندهم، والشركات بتتقدم بكثير من العون والتبرعات والأفراد، وتجمعت كميات كبيرة. وزي ما قلت حضراتكم في أول يوم كان عندنا حوالي 18 سيارة من المعونات والأدوية نصل إلى هناك. وما زلنا الآن نقوم بقوافل مستمرة. امبارح كان في 15 سيارة بتنقل أغذية وتنقل ملابس صيفية، لأن احنا في الشتاء برضه أرسلنا ملابس شتوية. في وقت الشتاء بنرسل
بطانيات، وهكذا قوافل الإغاثة لا تتوقف عن غزة، لأن إمدادها زي ما الدكتور أمل قالت لكم إن غزة دي البوابة الشرقية لمصر، وواجب علينا، ما هوش سنة ما هوش مندوب، ده واجب علينا وفرض إن احنا نقف معهم وندعمهم ونكون كتفنا في كتفهم حتى نستطيع أن نوقف هذا التهديد الإسرائيلي للعالم الإسلامي والعالم العربي كله. احنا دلوقتي في قوافل طبية على مستوى اسكندرية في جميع الأحياء والمناطق الشعبية والعزب والأماكن الفقيرة في اسكندرية وفي البحيرة. الجمعة اللي قبل اللي فاتت كان في نفس الوقت يوم الجمعة 22 قافلة طبية. ال 22 قافلة طبية دول كانوا بيقوموا بتقديم العون لإخواننا من أهل بلدنا، من الفقراء في العزب والنجوع والأماكن الفقيرة والعشوائيات من أهالي اسكندرية. وإحنا بنطالب الشركات وبنطالبكم إن أنتوا تقفوا معانا في دعم العمل الإغاثي من ناحية الدواء. إحنا بعض الناس بتجيب لنا تبرعات مالية نشتري بيها دواء، بعض الناس بتجيب الأدوية العينات اللي بتجي لها مثلا في العيادات، بعض الناس بيلموا الأدوية اللي فاضلة عندهم في البيت واللي تنهم ركنينها يمكن يستخدموها لغايه تبقى نير الاكسبايري ديت كده، يوم قبل ما يرميها في الزباله يروح يوديها لايه؟ الجامع او يوديها لجنه الغاثه، ويبقى احنا اتورطنا فيها. لازم نتصرف فيها قبل ما تترمى قبل ما تدوس. فاحنا عايزينكم تساعدونا في هذا الامر، وده واجب عملي، واجب ان احنا نتكاتف من اجله وتنسقوا مع نقابه الصيادله ونقابه الاطباء للقيام بهذا العمل بالتطوع ولو ساعه في الاسبوع تساعدوا في هذا الاجراء. التبرع بالمال ايضا شيء ضروري. انا مش بقول عليكم انتم الله يكون في عونكم، لكن ممكن يعني تقوموا بهذه الحمله مع الناس المقتدرين وتنقلوا هذه الرساله للمقتدرين والميسور الحال ولشركات الادويه او اي حد لكم به علاقه يقدر يوفر هذا العمل. انا قلت لكم الادويه بتكلف تكاليف كثيره جدا، اكثر من ثلثين المبالغ الموجهه للاغاثه، ولا يمكن ان يمنعها احد. يعني احنا لما غزه ما نقدرش نودي لها حاجه خالص، نودي لها دواء ويعدي من معبر رفح ومحدش يقف خالص. بينما مثلا يمكن لو ودي رز ولا ودي دي ولا كده لازم يمر من معبر العوجه ويعدي على اليهود ويسمحوا بيه او ما يسمحوش، يمكن الامور تتحسن بعد كده. فالدعم الدوائي احنا السنه دي كان مطلوب مننا ب 15 مليون جنيه ادويه لغزه، ويجب ان نؤدي هذا الواجب ولا نتكاسل عنه. قبل هم يطلبوه يجب ان يكون متوفرا لديهم. واسال الله سبحانه وتعالى أن ينصركم وينصر أمتكم ويعلي شأن أمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.